السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد مع حفني. أهلا وسهلا بحضراتكم لغاية ما يجمع معانا حد على اللايف بإذن الله. حلقة استثنائية زي ما نوهنا عليها يوم الخميس اللي فات مع الدكتورة هدى. تمام. هنبتدي نناقش آخر نقطة وصلنا لها تكون بداية حلقتنا النهاردة في الشهور الأولى لبداية الحمل. بنحب ننوه بس عن شيء مهم جدا، ان الهدف من الحلقات كلها بتاعت مع حفني ان احنا نوصل بحد سريع جدا لعملية التوعية والتثقيف اللي الدولة واحنا على مستوانا الشخصي كمان محتاجينها علشان خاطر يبقى عندنا وعي اكبر، ما نضلش نفسنا. عندنا وعي اكبر علشان خاطر ما اقعش في مشاكل ملهاش عازة معايا. تمام. بزعم ان انا باخد سلسلة حلقات الهدف الأصلي منها إن هي مرحلة الوعي دي بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي كأحمد حفني مهمة جدا ومطلوبة لأسباب. السبب الأولاني إن أنا ما أضرش نفسي ولا أضر غيري. تمام. أبقى عارف اللي ليا وأبقى عارف اللي عليا، أبقى فاهم كويس قوي أنا حدودي فين، دنيتي رايحة فين جاية منين. الاستشارات القانونية اللي اشتغلنا عليها، التوعية الصحية اللي شغلنا عليها، وكمان بإذن الله هنشتغلوا على الصحة النفسية وحاجات كتيرة من القبيل دوت علشان خاطر نبتدي نخشوا في تراك. افهم افهم افهم، اتعلم. ما تضرش نفسك بنفسك من غير ما تعرف، وما تضرش اللي حوالين منك من غير ما تعرف. تمام. مش هنقوله ان الموضوع بقصد، لا، احنا هنقول الموضوع بعدم ادراك وعي. طيب، رجاء من حضراتكم لو سمحتم عايزين نعمل لايك. لو السادة المتابعين معانا مشتركين على الجروبات لو سمحتم شيروا عليها علشان خاطر نتلقى الأسئلة، لأن احنا النهاردة موضوع الحلقة دسم جدا. تمام. ومحتاجين كمان من حضراتكم شير على قد ما تقدر، خلي غيرك ينتفع بالحلقة ديت علشان تكون مساهم معانا وشريك معانا في مرحلة الوعي. تمام. لأن الوعي ده محتاجينه. أستاذ عبير، منورة الدنيا حضرتك. حاضر. هنبتدي نجهز حلقات، سلسلة حلقات برضو مع الصحة البشرية. هنجهز حلقات للصحة النفسية واستشارات قانونية، وهيبقى كمان لينا حلقة لكوادر سياسية بإذن الله. كل ده بنجهز عليه وشغالين عليه بإذن الله. انا ببقى مبسوط جدا بدخولكم معايا على اللايف. اللي يبسطني اكتر ان حضراتكم بجد يا ريت تبتدوا كمان تخشوا معانا وتشاركوا على الجروبات علشان غيرنا كمان يستفيد. هينضم لينا دلوقتي باذن الله الدكتوره هدى. تمام. دكتورة طب أطفال، مستشفى أبو قير، اللي بشرف بالزمالة معاها في الحزب. شخصية كادر قوي جدا، بتعامل معاه بصفة ممتازة معاها بصراحة. ربنا يبارك لها يا رب. هنشوف كده الانضمام معانا. أستاذة أشرقت، منورة الدنيا. مساء الخير على حضرتك. تاني بنقوله تاني يا جماعة، لو سمحتم اعمل لايك، اعمل شير للحلقة. لو حضرتك مشترك على الجروبات رجاء اتفضل وسع النطاق، خلي غيرنا كله يعرف. تمام. وياخد من الموضوع. أستاذ عبير، تسلمي يا رب، دايما نستفيد منك يا أستاذ أحمد. تسلمي. مساء الخير دكتورتنا الغالية. مساء النور، ازيكم عاملين ايه؟ ايه الدنيا الاخبار؟ كلها تمام الحمد لله. ربنا يكرمك. انا فرحت قوي ان انا سمعت الجزء الاولاني بيتكلم في نفس النقطة اللي انا كنت عايزة ابتدي منها النهاردة. كنت عايزة الاول يعني اقول هو احنا اصلا بنعمل ايه في اللقاء اصلا. احنا عندنا خطة كده صغيرة، مش دسمة ولا حاجة، عشان الناس تقدر تفهمها ببساطة. هي الفكرة كلها ان احنا بنناقش الحاجات، خاصة او اللي احنا بدأناه دلوقتي موضوع الاطفال
واخطر حاجه في الاطفال اللي هي وقت الولاده والحضانات وكده هي خطيره، مش عشان هي طبيا صعبه، لا هي عشان الوعي فيها والادراك محتاج سرعه بديهه. فكره ان الناس تعرف ان الطفل اللي لسه نازل ده محتاج ايه بالظبط، ده بيعتمد على طبيعي الدكاتره، لكن لازم الأهل يكونوا مدركين مدى خطورة الوضع أصلا وفاهمينه بطريقة مبسطة جدا. وده كان يعني أكتر طلب أنا نفسي الناس تعمله، إن هي تفهمني هي عايز تفهم إيه بالظبط، أو إيه المعلومة اللي ناقصة بالظبط تحديدا، عشان أبسطها يعني على قد ما أقدر. أنا المرة اللي فاتت ممكن أكون اتكلمت في كلام كتير جدا، في تفاصيل كتيرة جدا طبية، ممكن في ناس كتيرة جدا وقعت منها، مش مدركاها مش فاهماها. بس يمكن لما انا اتكلمت فيها لو هم راحوا يكشفوا عند دكتور او كده، او هيسمعوا حاجة انا قلت زيها وهيبداوا يسألوا. وانا بتمنى ان الدكاترة زمايلي يعني يفهموا الناس بالراحة. يعني الناس عايزة المصلحة، بس هي محتاجة تكون فاهمة ولو يعني بديهيات كده بسيطة جدا في الطب، تفهمها انه هي قاعدة مع الدكتور والدكتور بيشرح لها هنعمل كذا هنعمل كذا، الطفل هياخد كذا، او بني ادم كبير او صغير، الطب كله هو نفس الفكره، ان احنا بنفصل العلاج على المريض اللي قدامي طبقا للحاله بتاعته. الطب ما فيهوش واحد زائد واحد يساوي اتنين، يعني ما فيش حاجه اسمها اصل فلان عملوا كده مع الطفل مثلا فحصل له كذا، او ده حصل كذا، لا. الطب اصلا يعني احنا بحر كبير جدا بيتكلم في نقطه ايه المناسب للشخص ده. فانا لو انا عندي كبني ادم عادي ما درستش طب خالص، وعي ولو بسيط بتعريفات بسيطه بحاجات معينه بدور عليها، انا هقدر افهم الدكتور لما يقول لي المشكله واحد اتنين تلاته وهنحتاج كذا كذا، فهبقى انا مدركه وفاهمه. فمش هيحصل التاتش والحاجات اللي بتحصل، مشاحنات والشك في كلام الدكاتره وكده، وعدم الصبر بقى، ودي اهم نقطه. في حالات بتخف في ثانية، وفي حالات بتستنى كتير وبتخف برضه. طيب عندك فاحنا اول سؤال بالراحة. دخلك على الخط. تمام. تمام، الاستاذه عبير، نورت يا دكتورتنا، ربنا يبارك فيكي. الطفل بيعرف ابوه وامه في عمر قد ايه؟ هو ده بعيد عن عن الموضوع النهارده يعني. تمام تمام. اه احنا لا هناخد ده السؤال لا ده ليه. لا احنا ان شاء الله ان شاء الله انا ناويه اصلا، انا محضره السلسله بتاعتي يعني اللي احنا مع بعض دي فيها. بدأنا بالحضانات، يعني البيبي اول ما يجي. تمام. بعد كده هناخد في مواضيع بقى تانية بالظبط تحديدا نمو الطفل بيمشي ازاي، وامتى اقول عليه متأخر وامتى لا، لان دي ليها حسبة. انا بشوف طيب. كذا علامة وعلى اساسها بقول هو احنا كده متأخرين ولا لا. في حاجة اسمها برضو اللي هو الكشف العين، امتى مم. اعمل كشف اصلا، مم. فحص قاع عين مم. امتى اعمله. فاهمني؟ ما هو طيب. ممكن في معرفة، انا بس عايزاها تبقى فاهماني ان هي معرفة الاب والام مش كلمة وخلاص. لا، مم. ممكن يكون الطفل عنده مشكلة في الرؤية اصلا، فانا لازم مم. مم. اكتشفها. فاهمني؟ فهي حاجة مفصلة، انا بحب اجيب المعلومة مفصلة، لان بقول لك الطب فعلا احنا بنفصل على الحالات. يعني طيب. لو كانت هي واحد زائد واحد يساوي اتنين كان خلاص اي حد يشتغل دكتور، فاهمني؟ يحصل كذا نعمل كذا خلاص كده. لا، الموضوع مش كده خالص. طيب. حلقتنا النهارده دسمه، وقد تكون السكريبت بتاعها تقيل وصعب، وتجهيزاته مم. كانت اصعب بالتناول حتى مع حضرتك، وانا كنت تلميذ تحت ايدك لاول مره بحضر سكريبت مع لا، الضيف. ربنا يكرمك يا رب. عيني ومنصف يعني. حلو. انا بتعلم منك والله. تسلمي. تسلمي، الله يحفظك يا رب يا دكتور، ربنا تمام. يبارك لي فيك يا رب. احنا معانا مجموعه اسئله، تمام. عايزين بقى سعه الصدر، واجابات انا عارف بيصعب فيها ان هي تكون مختصره، لان انا عارف الطب بيبقى ليه تفصيلات معينه. فانا السؤال الاولاني، تمام، مم. الحاج قاعد في البيت، خبطوا عليه ناس في البيت قالوا له الف الف مبروك يا حاج، احنا جايين ناخد بنتك، تمام، وقرينا فتحتها خلاص. تمام. انا كأب استعد ازاي واوكل الامر ده للام ان هي تبتدي اقول لها خدي بقى بالك من بنتك؟ بمعنى مم. ان انا عندي مثلا مجموعه
حاجات لازم تتعمل، بديهيات من الام علشان خاطر لبنتها، زي مثلا ان هي تبقى في موضوع ادويه. ايه مم. الادويه اللي بتتاخد قبل الزواج معاكي؟ هي مش أدوية بتاخد قبل الزواج، هي الفكرة كلها إن إحنا عندنا مثلا بنوتة اهي إن شاء الله جاية، خلاص بقى يعني في سن الزواج أصلا. تمام. أنا بحب يعني بحب أكتر إن هي طالما في سن الزواج وخلاص هم أهلها مستعدين يجوزوها في الفترة دي، تبتدي تعمل الفحوصات في الأول خالص. مم. تعمل اللي هو الفحوصات العادية جدا، اللي هو الحاجات الشاملة دي، اللي هو صورة الدم الكاملة، تعرف الفصيلة بتاعتها، مم. يعني. وفي اللي هو الار اتش اللي هو المعامل ده، الحاجات دي ضروريه جدا. هي اصلا ضعيفه مثلا جسديا، تزود بقى تحليل غده، تحاليل كده معينه، تحاليل شامله. لو عندها اصلا اي اعراض في بطنها، مغص، امساك، اسهال، مش عارفه ايه، في كل ده ادويه بيفرق. تقليديه تتاخد؟ ما انا لسه هقول لك على اساس ده بقى ان هي طالع في اي حاجه، يبقى هنبدا نروح لدكتور ونظبط الحاجات بدري على قد ما نقدر. تمام. بالنسبه للانجاب، بالنسبه لحته الانجاب مثلا، انا ما بحبسش ابدا ان حد يدور فيها بدري. هي بعد طبعا، الزواج. ده لسه هنسال فيه، ده هنسال فيه لسه قدام. ما انا بقول لك، لا انا بكملها لك. يعني انا ليه مثلا بكشف على بنتي؟ ما هي بنتي ما فيهاش حاجه. مم. لا، انا بروح بشوف جسمها مم. جاهز لعملية الزواج في كل الحاجات بقى. عندها التهابات نسا، مم. مم. بشوف كل حاجة. ببتدي يعني. وكمان في حاجة أنا بحبها جدا، إن إحنا نعرف نوع الغشاء. مم. البنت لما تكون عارفة الغشاء بتاعها نوعه إيه، مم. هتبقى حاجة جميلة جدا جدا جدا. بيحصل عليها مشاكل فظيعة لا يمكن تتخيل بيحصل إيه، يعني خاصة في مصر بتوصل او بتوصل الدول لحد الطلاق. العربيه. ايوه ايوه، في بتوصل لحد في الطلاق. انواع في انواع كتير، وفي حاجات لازم كتير. يتعمل لها تدخل جراحي. وفي بنت مثلا من ضمن انواع الاغشيه، مثلا في غشاء بيبقى مقفول اصلا ايوه لازم تدخل خالص، جراحي ما ليها فعلا. بينزلهاش مثلا دوره شهريه. مم. كل مم. الحاجات دي كل ما احنا بنكتشفها بدري، فاهمني؟ يعني هي مم. خلاص بلغت وكل حاجه وما نزلهاش دوره، لا لازم تروح تكشف نسا، تشوف في ايه، لان ممكن يكون الغشاء بالطريقه دي، وبيتعمل لها العمليه وبتاخد التقرير ان هي حصل كذا كذا كذا، وخلاص جدا. حلو قوي فكل كده ما الكلام ده. احنا بنعمل الحاجات دي بدري، احنا كده كسبانين حاجات كتير. الراجل يمكن اسهل شويه، مم. هو بس هيشوف صحته كده كويسه، عنده انيميا ما عندوش انيميا، عنده دوالي ما عندوش دوالي، عنده التهابات ما عندوش التهابات، قصص كده. طب يلا في بينا حاجه. نتابع بقى، حاضر. نتابع مداخلات معانا. حاضر. الدكتوره مم. صفاء منوره الدنيا، استاذ احمد، والدكتوره هدى، استاذه جميله تسلمي شلتوت، لي يا حبيبتي، منورين تسلمي لي يا حبيبتي. الدنيا. اساتذتي المحترمين. تسلموا 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 وتعيشوا يا رب. كمل يا لي دكتور. والله، ربنا يكرمكم. فبقول لك حته بقى النظافه الشخصيه دي مهمه جدا 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 بالنسبه للبنوته كمان قبل الجواز. لازم تبقى عارفه ان مفيش حاجه اسمها تشطيف جوه بعد مم. الجواز. مم. تمام. ما بنعملش احنا تشطيف جوه خالص اصلا. هي لازم تكون مم. فاهمه كويس جدا. بتعمل عادي من بره الميه بصابون، عايزه تشطيف حتى عادي لو هي عندها التهابات، حتى وهي بنوته وكده. مم. وبتمسح بحاجه كده قطنيه، وتحافظ على المكان، تحط مثلا كريمات للالتهاب او حاجات زي كده، مم. وخلاص. مم. آه، حته بقى الادويه، احنا مم. بنلجأ للادويه لما يكون في مشكله صحيه. بمعنى مم. انا لقيت انيميا حاده، لقيت مشكله في الغده، لقيت اي حاجه من دي، الحقها بدري واعملها. تمام. مم. الدواء الوحيد اللي انا بوصي بيه بس بدري شويه اللي هو الفوليك اسيد، لو حمض الفوليك ده. مم. كده كده بقى الناس طبعا الستات بقى اللي اتجوزت وخلفت وكده عارفه ان في الوحده الصحيه بنصرف لها الفوليك اسيد، يعني مع الحديد بعد الشهر الثالث، واول 3 شهور هي بتجيبه من بره، هو فوليك اسيد بس بتبتدي تاخده. طيب حلو. لقوا ان هو، افهمك بس، هم لقوا ان الماده دي كويسه جدا للجهاز العصبي بتاع تكوين الجنين. يعني الجنين، احنا اهم حاجه في تكوين الجنين ايه؟ المخ هو اللي بيقول للجسم يعمل ايه. مم. مم. فالتكوين ده عشان يبقى حلو جدا محتاج جدا الفوليك اسيد. مم. الابحاث اثبتت ان الفوليك اسيد ده مهم جدا 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 للجهاز العصبي.
وبيساعد على نمو الاطفال بصوره حلوه جدا. عشان كده ممتاز. لما لقوا بقى ان هو كمان بيوصل للبويضه، فقالوا احنا هنديه قبل الزواج على الاقل ب3 شهور، مجهز. عشان ايوه، هو يكون مجهز. الجسم بيبقى محتاج اصلا نسب قليله منه، فانا اديته قبلها عامل بثلاث عامل شهور محفز. محفز بالظبط. فده بيخلي لي البويضه على الاقل يعني كويسه، يعني فاهم، في حياه كويسه، تطلع جنين كويس وتبقى نشطه كمان، بحيث ان هي تحصل كمان حمل بدري. حلو قوي كده، حلو قوي 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 كده. طيب السؤال بقى اللي بعد منه، تمام. الف مبروك، بنتنا اتجهزت، تمام، مم. عايزه تبتدي تحسب لنفسها ايام التبويض، تحسبها ازاي؟ لا لا، ده من بدري خالص. ده ايوه، يعني حلو قوي السؤال ده. كل ده لسه كذا لسه كذا بسم الله. مرة كذا مرة بتحصل لي مشكلة بسبب كده. ده بتوصل لدرجة أصلا، هو حضرتك أصلا آخر مثلا هي في متابعة الحمل، آخر دورة كانت إمتى؟ مش فاكرة. في العيد الصغير؟ لا دي في العيد الكبير. لا عشان خاطري أنا كان عندي هنا زي كده النتيجة اللي هي بتبقى متقسمة الشهور. تمام. انا مش هقول لك بقى ولا موبايل ولا ابلكيشن ولا اي حاجه من دي، النتيجه دي تجيبها من اي حته في الدنيا، اجنده، اي حاجه، المهم فيها النتيجه. من اول ما البنت ينزل لها اول نقطه دم دوره شهريه، عشان خاطري اعملي لي دايره على اليوم وتابعي نزلت امتى بعدها وامتى بعدها، في اجنده اكتبي لي تاريخ اول يوم من كل دوره. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم اول ما ينزل نقطه دم. ليه بقى؟ ساعات بيبقى في بنوتات عندها خلل هرموني، ساعات في بنوتات عندها تكيس مبايض، ساعات بيبقى عندها حاجات مشاكل كتيرة جدا جدا، برولاكتين هرمون اللبن بيبقى عالي ساعات في بنات، وكمان الوزن الزايد والحاجات دي ليه مشاكل جامدة جدا برضو في موضوع الغدد والهرمونات وكده. لما انا بقى براقب وتقول لي انا دورتي الحمد لله بتجيلي شهريا، عشان نقول بقى شهريا دي برضو محتاجة تفصيلة. احنا مش بنحسب 30 يوم يبقى هي كده شهريا يبقى انا كده مظبوطة. لا، عندنا الحمد لله رينج حلو قوي، ان هي ما تبقاش يعني مثلا ممكن تيجي في يوم 23 من الدور بيتحسب ازاي اصلا؟ زي ما انا قلت، من اول يوم نزل فيه الدم، ده كده يبقى رقم 1. ده اول يوم في الدورة الشهرية بتاعتي، خلصت مثلا يوم 3. تمام. عادة اللي بتبقى دورتها قصيرة كده التبويض بدري شوية، فاهمني؟ انا بقول لك ان جنرال، يعني بوجه عام، تديني انا مؤشر. طب دورتها مثلا تقعد 7 ايام، لا دي احسن شوية، فاهمني؟ طب واحدة بتجيلها بتقعد 3 ايام، وواحدة ومرة تانية بتجيلها تقعد 7 ومرة تقعد 9. والشهر بتاعي احنا عندنا مقبول ان هي تبقى مدتها 23 لغاية مثلا 35 يوم. لو الدورة بتقعد كاملة من أول يوم دم لغاية أول يوم دم تاني، 23 يوم ممكن لغاية توصل ل 35. 35. طبعا كل ده مقبول، بس تكون هي على طول لا 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 لا، معلش 23. هنعيدها لا انا تاني، عيد نعيدها المعلومه دي تاني تاني. لا عشان دي انت عشان انت علميات. راجل، هي البنات اكيد فاهميني يعني. هي مثلا نزل النهارده دم النهارده، تمام، قعدت كام يوم لغايه لما نزل دم تاني، هي دي اسمها الدوره الشهريه. هي ما بتتسمى اختلفناش. بتتسمى شهريه عشان هي مدتها الاصليه 28 يوم. يعني النهارده نزل دم، المفروض ينزل لي دم تاني اول يوم ينزل فيه دم بعد 28 يوم، فاهمني؟ يعني هي بتبقى مدتها 3 ايام 5 ايام 7 ايام 14 يوم، فاهمني؟ مش قضيتي، لكن انا توصل بحسب من اول. ممكن تبقى اكسبتد جدا، وفي ناس يعني هي على طول في الرينج ده، تمام. يعني مثلا على طول هي بتجيلها كل 23 يوم، خلاص ده الطبيعي بتاعها، تمام، شكرا، مفيش مشاكل. زي الضغط مثلا على سبيل المثال، برضو هتحتاجوا برضو متابعة الحمل وكده. الضغط، واحدة بتقيس ضغطها على طول بيطلع 90 60، دي بالنسبة لي أنا ما عندهاش ضغط واطي، هي عايشة على الضغط ده. ساعات بتتعب فبيوطى أكتر فبديها علاج، ماشي،
لكن مفيش حد قال كتاب كده بيقول 120 80. ودي من ضمن الحاجات برضو اللي انا بحب الناس تتابع ضغطها من وهي صغيره، تعرف ضغطها على طول طالع كام، سواء ولد او بنت، راجل او ست، يعرف الطبيعي بتاعه النورمال بتاعه كام، عشان لو زاد او قل نلحقه بدري. فبالتالي يا اما يغير حاجات معينه بس في طريقه حياته يتظبط، يا اما ندخله دواء بسيط بدل ما يعيش طول عمره بعد كده في مرض مزمن، وهو كان ممكن ببساطة ما ياخدش أدوية أصلا أو ياخد دواء بسيط. دي من لا ضمن الحاجات يعني. لا، نرجع تاني في هنا يا للدواء. ريت نعيده بس الحته ديت عشان حصل فيها بس مشكله بس في النت، نقوله اخر اللي هو ثلاث اربع الضغط، جملات. يعني الضغط. اه. تمام. الضغط بتاعنا معروف جدا ان هو 120 80، دي معلومة غلط. مم. كل بني آدم مم. مننا ليه الضغط المناسب لجسمه. بنعرفه ازاي؟ ان هو من زمان قوي، يعني اول بقى بعد البلوغ بقى لما يبقى شاب كده يبتدي يقيس ضغطه كل فترة، بيعرف عن طريق قياسه كل فترة دي الطبيعي بتاعه في رينج كام. مم. فمثلا مثلا هو كان الطبيعي بتاعه 130 90، هو عايش على كده متأقلم كده، فجأة ابتدى يجيله صداع، يجيله أعراض، سواء بقى متابعة حمل أو حد عادي، أي حد تمام. ابتدى يظهر أعراض صداع، مش قادر ياخد نفسه، وجع في قلبه، حاجات شبه كده، فيبدأ هبوط فجأة. اللي هي يقول لك راسي كده كأنها خلاص مش قادر استحمل، بالذات الحته اللي ورا، ومش عارف يا دكتور الحقني. تمام. ايوه. يقيس ضغطه في اللحظه دي مثلا، هنلاقيه مثلا 140 150. فده كده اداني انا مؤشر ان الراجل ده او الست دي احتمال يجي لها ضغط. مم. فاهمني؟ فنبدا نتابع. لو تابعنا وما طلعش الموضوع ده حاجه مؤقته، ده بنعتمده ان ده مريض ضغط، بس هياخد برشامه واحده، او هيتعدل اصلا التغذيه بتاعته او اي حاجه من كده وهتظبط له ضغطه. فانا طيب كده وفرت عليه ان هو يكون مريض مزمن وبياخد ادويه ضغط قد كده. طيب علشان بس الوقت ما يجريش مننا، السؤال اللي بيراود امهاتنا كتير مم. بعد ما بنتها بتتجوز، مع اول دوره جات لها في الجواز، تمام، مم. بتبتدي الام تقول لبنتها او حماتها: خد مراتك وروح اكشف عليها، او خدي بنتك وروح اكشفي لنا عليها، ما حملتش ليه. ما هو امتى ده. بالظبط مم. العقل يقول انا كعريس جديد بعد قد ايه اقول هنا نقطه خطر، روح اكشف؟ هنرجع تاني للنقطه اللي انا كنت بشرحها لك، الدوره الشهريه. لو هي مم. الحمد لله كده حاسباها من الاول، وهي خلاص ماشيه على سيستم معين، كل مره 23 يوم، كل مره 25 يوم، كل مره 28، ساعات تبقى اقل ساعات تبقى اكتر، بس في الرينج بتاعنا العادي. احنا كده ابتدينا. يعني زي ما يعني هي لو هي مثلا هي على طول 23 او 24 او 25، يعني لو هي في الحاله دي احنا ساعتها مش بناخد اي اكشن، هي كده تمام، يعني جوه الايام المقبوله بالنسبه لي. مم. لو قلت عن 23 دي لازم تروح تكشف طبعا دكتور النساء. لو زادت عن 35 لازم تروح دكتور نساء، حتى لو هي بنت صغيره. بندور بقى على الهرمونات وخلل الهرمونات والحاجات دي. بقى ان هي لا، دورتها كل شويه بقى ايه، كمان ملخبطه، يعني مره 23، مره 30، مره مش عارفه ايه. لا دي كده مؤشر ان التبويض هيبقى فيه مشكله، لان دورتها مش متظبطه. يبقى احنا مم. خطورتنا ايه؟ لو قبل 23 يوم، لو بعد 35 يوم، او الدوره نفسها ملخبطه، عماله تحسبها كل شويه تتنطط، مره 23 هي نفسها مم. نفس الست تبقى مم. 25، تبقى 28، ترجع تاني تبقى 20. ده كده معناه كده بالنسبه لي في حاجه غلط. تمام. امتى اروح اكشف؟ البنت بقى دي، ما بقول لك بقى البنت دي كده قبل الجواز. طب بعد الجواز، واحده كانت ماشيه دورتها طبيعي جدا، اه. وبعد الجواز بشهر مفيش حمل، الدوره نزلت تاني. مم. ببتدي المفروض كأم وكبنت وكحما ابقى فاهمه انه شرط حدوث الحمل يكون في مرحلة التبويض. طيب تعالى نوحد بقى كلامنا، ان الدورة مثلا في الطبيعي بتاعها اللي هي الرينج العادي اللي اغلب الناس فيه 28 يوم. مم. تمام.
عادة اللي دورتها 28 يوم دي من اليوم العاشر لليوم ال 18 تقريبا، وطبعا فيها اختلافات، لكن دي الحتة اللي احنا بنلعب فيها ان هي غالبا فيها التبويض. فلو هو مثلا زوجها ماشي، احنا لسه في اول الجواز وكده، فما حصلش جماع كافي في الفترة دي، فانا ممكن جدا ما يحصلش عندي حمل، فاذا مش محتاجة الدكتور في حاجة. طب افرض لا ده حصل طول الشهر، الشهر اللي وراه نفس الحكاية، وهي بقى تبقى عارفة. طب مثلا واحد قعدوا طول الشهر كل يوم جماع كل يوم جماع كل يوم جماع، وبعد الشهر ما خلص مفيش حمل، دي برضه حاجة تخوف. بس هنصبر، نصبر لغاية فين؟ لغاية ايوه، سنة. تمام؟ سنه. بنقعد سنة. بس المهم كمان ان هو ما يكونش اصلا زوج بيسافر. يعني المفروض ان في يعني خلال هو فترة لو مش التبويض دي يبقى بيسافر، موجود معاها. لا لا، ثواني 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 يا دكتور، مم. انت كده تمام. بتضحكي على الكلام. لا 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 والله. يعني هو سنه وده قاعد في البيت بيروح شغله وبيرجع البيت؟ ايوه طبعا. يعني ده لو بيسافر اقول لها بعد 5 سنين بعد سنتين ثلاثة ده ممكن يطلقها. لا طبعا. لا طبعا، احنا بنظبط في ميعاد التبويض. هو مين اللي قال اصلا ان هي اللي عندها المشكله؟ ما ممكن يكون عنده هو مشكله، ممكن تكون دكتور الحاجات بقول لك المنويه إيه؟ بتاعته مش دكتور انا اسف، احنا بنتكلم في مجتمع تمام ما بيفهمش المصطلحات ديت. احنا بنتكلم في مجتمع انا لو بروح شغلي وباجي من الشغل بتغدى وبنام وبقوم الصبح اروح شغلي واتغدى وبنام، تمام؟ ده الروتين بتاعي وانا لسه عريس جديد. بتقولي لي حضرتك سنة؟ م? ده انا لو صبروا عليا 3 شهور وما بدأوش يدوروا له على عروسة تانية دي فيها مشكلة. ما هو ده بقى اللي احنا عاملين الفيديو عشانه، ان الناس لازم تفهم انه لا، يكون في جماع متواصل لمده سنه، ما فيهوش سفر، ما فيهوش غياب عن بعض، ده كده بيديني مؤشر ان في حاجه غلط. لكن واحد بيسافر، افرض هو بيرجع لها قبل اليوم العاشر وبيشوفها تاني بعد اليوم ال 18، يبقى انا ايه؟ اعمل ايه انا كده؟ فاهمني؟ اللي بيسافر بقى ده بيبقى ليه قصة تانية. الدكاترة ساعات بتوصف حاجات معينة عشان تخلي الدورة الشهرية ما تنزلش مثلا وهو يكون راجع من السفر، فده برضو بيديني فرصة للحمل. فاهم؟ يعني لو في انا حد فاهم. متعود يسافر يروح انا فاهم. لدكتور بدري. يعني انا بقولها لك من الاخر كده، لو واحد بيسافر يروح لدكتور بدري، لازم دكتور يباشر الموضوع معاهم عشان يظبط لهم الدنيا عشان يقدروا يحصل حمل. طب هو السؤال، امم. هو السؤال معلش. تمام. انا راجل عاقل حلو. ما شاء الله. هصبر، هصبر، تمام. تمام. هجيب الصبر من عند امها. ده اذا كانت والدتها ممكن تيجي تقول لي ايه، معلش نستأذنك انا هاخد اكشف على بنتي علشان بقى لها 5 6 شهور ما حملتش، واللي هتقول عليه الدكتوره حضرتك هتنفذه، ان انت لازم تعمل تحليل. ما هو ده اللي احنا بنطلبه، الوعي. لازم الرجاله والستات الاتنين يفهموا الحمل بيحصل ازاي. هو احنا ليه بنتكلم في ده؟ احنا بنتكلم كنا على الحضانه، صح؟ ليه اه، جبنا سيره الحمل؟ ليه؟ علشان نتجنب الحرمان. بالظبط. طب انت هتجيب بيبي ازاي اصلا وانت مش فاهم هو بيجي ازاي؟ يعني هنحط في الحضانه دي مين؟ ما هو طيب لازم تفهم البيبي ده بيجي ازاي. ما هو ده التثقيف. ما هو ده التثقيف. على فكره لو المعلومات البديهيه دي بس في دماغ الناس وراحت ووثقت في الدكتور وشافوا الحاجات دي وظبطوها، ممكن يحصل فعلا حمل في حالات هم متخيلين ان هي ما بتجيبش اولاد. عشان احنا عندنا فكره، اصل هو طبعا بتبقى اسرار بقى، وهي ما تقدرش ايوه تقول مثلا ان ما فيش كذا او ايوه في كذا. ماشي، ما انا بقول ايوه. لكم طب اهو بص، ده بينه وبينها انا بقى. انا عايز طب بس ما انا ايه انا اوضح حاجه بقول المعلومه للمتزوجين، انا مش بقولها لحد حلو. تاني، هما الاثنين يبقوا فاهمين حياه بعض وفاهمين بعض. طب انا استاذنك بس انا عايز اوضح معلومه مهمه جدا. انا اتفضل. هنا كاحمد حفني، انا هنا كاحمد حفني بمثل الدور الطرف الثاني. محدش ليه دعوه بقناعاتي، انا قناعاتي انا عارفها كويس جدا، علشان بس الناس هتبتدي تخش لي على الواتس وبتاع وكده. لا يا جماعه، انا بمثل الطرف اللي مش موجود. الطرف اللي مش امم. موجود بتكلم بلسانه، بتكلم بلسان حاله، بنائر زي ما هو ما بينائر. لكن انا مقتنع بايه؟ لا انا مقتنع بحاجات معينه، تمام؟
متوافق في حاجه حد كبير جدا من الدكتوره هدى بتقوله، تمام. لما بتكون في معلومه جديده انا بقول دي معلومه جديده على المستوى الشخصي، لكن انا دلوقتي بمثل الطرف الاخر، فانا همثل قدام منهم الطرف الاخر. فانت عايزه تقنعي امها ان بنتي بعد الشهر الثاني مش هتاخدها وتروح تكشف عليها. انا لو دلوقتي لو جيت قلت لها معلش يا حاجه احنا اسفين بعد سنه. طب بص، انا نو- عايزه اقول لك على حاجه. طب انا عايزه ارد بس رد صغير يعني. انا ما قلتش ما تروحش للدكتور، انا بديها المعلومه الصح اللي تخليها تصبر وهي قاعده مرتاحه. يعني مثلا على سبيل المثال حاجه كده بسيطه، لو واحد عنده برد، تمام، كلنا بيجي مم. لنا برد، مم. وانا قلت لحد مثلا انت عندك برد بس بسيط مش التهاب رئوي فانت مش محتاج مستشفى، اقعد في البيت 5 ايام. لو بقى ال5 ايام دول خلصوا وانت لقيت نفسك تعبان ومش قادر وكحه ومش عارف تاخد نفسك وكده، روح المستشفى. يبقى انا كده بقول له ما تروحش للدكتور من الاول؟ قلت له روح للدكتور عادي، بس تبقى فاهم ان انت حالتك بسيطه محتاجه واحد اتنين تلاته. انا دلوقتي لما بكلم الناس انا مش بقول لهم ما تروحوش للدكاتره، روحوا للدكاتره، دكتور بس هدى، لما الدكاتره تقول لكم المعلومه الطبيه دكتور دي هدى، تاكدوا ان هي صح. آه دكتور هدى، تمام معاك. بس راح ورجع تاني معانا. تمام. احنا كان عندنا دور برد خفيف، والبرد الخفيف قلنا له اقعد تجنب بيتك 5 ايام فقط. اه، افرض بقى هو حلو. تعب بقى وهو في البيت خلاص بعد خمس انا ايام بقى دي اضمن بيجري منين على كاحمد؟ الدكتور. مم. انا اضمن منين كاحمد؟ مم. تمام، ان انا رحت للدكتور، الدكتور دوت قال لها اعملي لي فحوصات، عملت فحوصات قال لها اخ عندنا مشكله، احنا محتاجين نصبر شويه، بس احتمال كبير نعمل حقن مجهري، وابقى انا سليم 100% انا وزوجتي، وهو حطنا لغرض ما على تراك غلط. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. يعني هي لو مم. واحدة دورتها متلخبطة، هي من الأول المفروض أنا بقول أهو تروح لدكتور من وهي بنت. العريس جه، تمام، واتجوزوا، هتقول له أنا بروح كذا بعد الجواز بقى، مم. تقول له أنا بروح كذا كذا عشان دورتي كذا، فتعالى يلا بينا للدكتورة نظبط مع بعض. طب واحدة يا سيدي بقول لك دورتها كويسة وكل حاجة عندها كويسة، مم. أوديها للدكتور ليه؟ اهو. افرض هو وهي مش بيعملوا الجماع في وقت التبويض، لا 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 يبقى معلش. يعرفوا. انت مش فاهمني؟ يعرفوا كمان ميعاد التبويض. هم عملوا بقى في ميعاد التبويض وكل حاجه وعاملين كل اللي عليهم، وفات شهر اتنين تلاته مفيش حاجه. انا بقول لك روحوا للدكتور، انا ما معلش يا انكرتش دكتور، ان احنا نروح للدكتور. معلش يا دكتور برضك، معلش انا هديلك الجانب البعيد قوي كمان، عشان بس ما نقفش عند النقطه دي كتير. تمام. ده ممكن بيعملوا ايه؟ انا اعرف دكتور بنت خالك راحت كشفت عنده بسم الله ما شاء الله، ما فيش اسبوع كانت البت، انا اسف في المصطلح، كانت لسه شايله. طب ما ده اللي انا قلته، ان احنا ده وعي. 1+1=2 دي في هندسه، العماره دي مقاساتها كذا كذا. الطب مش كده، امم. الطب مش كده، والا ما كانش حد غلب. كنا كلنا عرفنا المعلومات الطبيه واحنا قاعدين في بيتنا كده عاملين نعالج نفسنا وخلاص، لو هو الطب كده. الطب يعني مش كده. واحد م? ان انا الكشف بتاعي بعد سنه، اه لو اه، انا ده هروح هما عندي بس ثانيه واحده، نقطه. بس لو ما فيش مشاكل بقول لك اجتماعيا اه انا والناس بقول اهو، متفهمه، ده بعد سنه احنا بنبتدي نعترف ان في مشكله فعلا طبيه في موضوع لو الحمل، في لخبطه. وبنبدأ ندور عليها. بس دي لو هي دورتها مظبوطة، سواء ايوه. حتى دورتها هي 23 يوم بس أو 25 يوم بس أو 30 يوم بس، العادي بتاعها هو كده، دي عادي برضو بنستنى سنة. اوكي. تمام؟ طيب. بعد السنة بقى بنبدأ ندور على طبعا تحليل الهرمونات، البويضات، بنعمل السونار، بنعمل بقى فحوصات كتيرة جدا عشان نقدر نعرف في مشكلة والمشكلة عبارة عن ايه وحلها ايه. وطبعا طبعا طبعا التحليل بتاع الزوج ده لازم يتعمل. اوكي. اوكي. طيب انا دلوقتي فتحنا باب للنقاش لموضوع الهرمونات. تمام. بيبقى في عامل نقوله ان هو ده سبب رئيسي
في التحليلات بتاعتنا انه يأخر الحمل لغايه لما الهرمونات دي تتظبط، ولا هي موضوع بسيط وما بياخدش اكتر مثلا من شهر والهرمونات ترجع مظبوطه؟ هل الهرمونات بتلعب دور اساسي في المعادله ولا لا؟ اساسي طبعا. انت عندك في يعني ارقام معينه كده انت بتستنى الحمل الطبيعي، وفي ارقام تانية اصلا ممكن تطلع من الاول خالص قليله جدا، فتخلي اصلا فعلا في حقن مجهري من اول سنه. يعني بعد اول سنه جواز ممكن ناس مم. مم. فعلا تبدا الحقن المجهري. بس في نقطه انا نفسي الناس تفهمها: مم. الحيوان المنوي مم. بتاع الراجل مم. مش عيب ابدا ان كل راجل من بدري يروح يعمل تحليل السائل المنوي بتاعه. ارجوكم مم. ارجوكم ارجوكم، ليها مم. حلول. مم. فاهمني؟ في ناس عندها دوالي، مم. والدوالي دي انا اسفه ان انا اقول بسبب اكتر حاجه بتحصل بسببها العاده السريه. مم. الدوالي دي على قد ما الرجاله بتطنش خالص، مم. مع انها ممكن تكون يعني بتاثر على التغذيه بتاعه الحيوانات المنويه وتخليها غير كفء. ما السجاير تعرفش ما والتدخين، تعرفش تعمل. السجاير والتدخين، مم. مم. الحشيش. ما بقول لك احنا دلوقتي بنعمل فيديوهات توعية للبشر، احنا مش بنتكلم طب، الحكايه طبعا طب بتاع هاجمه الدكاترة. الرجاله. لا 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 لا، لا حضرتك الناس تبقى النهارده هاجمه فاهمة. الرجاله ومتحامله عليهم جدا. لا انا بقول لك بامانه، اصل هو المشكله بقول لك الناس دايما يعني مش هو عايزه النوع تعترف المتخدر، ان هو المشكله النوع فينا. المتخدر ده هو اللي مش هيخلي المدام عندي ما تعرفش تحمل. اه ازاي يا طبعا. دكتوره؟ اه طبعا. ازاي يعني؟ بيأثر. هوا داخل وهوا طالع. لا طبعا. انت عارف اللي بيدخل ده بيروح فين؟ بيروح في الدم، يروح النار. وعن طريق الدم، وعن طريق الدم بيروح لكل أنسجة جسمك. هو مش في الرئة بس، مش مم. بيأثر في الرئة بس، مم. بيأثر في تغذية الجسم كلها. هقول لك على حاجة برضو معلومة، يعني بص أنا عاملة الفيديوهات دي أهم حاجة الناس بس تفهم المعلومات الغلط الصح بتاعها إيه. إحنا مش بنقول لهم اكشفوا على نفسكم، فاهمني؟ مش بنقول لهم واحد اتنين تلاتة طب، لا ده دور الدكاترة. أنا عايزة الناس تبقى فاهمة إن لما الدكتور يقول حاجة يصدقوها أو ما يصدقوهاش. تمام؟ مم. انا عندي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الانيميا. في راجل يبقى عنده الهيموجلوبين 13، تمام، احنا بقى رقم حلو جدا. مم. ده شخص عنده انيميا. واحد تاني ممكن يبقى 14. ازاي؟ ازاي بقيم واحد عنده 13 و14 ده انيميا؟ مم. لان الراجل ده او الست، على فكرة الست برضو دلوقتي بقوا بيشربوا سجاير. السجاير والحشيش والحاجات دي بتعلي من حاجة اللي هي يعني رغبة الجسم في المحافظة على الأكسجين على قد ما يقدر، مم. فتبدأ تخزن الأكسجين جوه جسمك، متخزن جسمك مش مم. بيستفيد بيه. مم. فاهم أقصد مم. إيه؟ مم. فيبقى أنت عامل التحليل تقول لي أنا ما عنديش أنيميا، أقول لك أنت بتشرب كذا كذا كذا، أه عندك أنيميا خلاص. الانيميا دي دور، يعني معناها ايه الانيميا؟ الانيميا دي اللي هو الهيموجلوبين بيشيل الاكسجين بيوزعه على الجسم. الجسم بيعمل ايه بالاكسجين؟ بيتنفس. يعني ايه بيتنفس؟ يعني انت الخليه دي هي بالظبط زيك انت كبني ادم، مم. اخدت النفس نظيف وحلو وبتاع، هي بتبقى كويسه ونظيفه وكل حاجه وبتشتغل صح وبتأدي وظيفتها صح. انا دلوقتي باخد هواء ملوث بيدخل جوه جسمي، مش اكسجين بس بقى، او اكسيد كربون، ثاني اكسيد كربون، حاجات مسممه. فاهمني؟ يعني حتى الناس اللي هي بتشتغل في المصانع والحاجات اللي هي الفحم، الحاجات دي كلها بتدخل بتأثر على نسبة الأكسجين اللي بيغذي الخلية نفسها. فالخلية دي عبارة عن نسيج بيشتغل، القلب، الرئة، الكبد، الحاجات دي كلها خلايا، الجلد، انا كل لو ده. هكلمك بمنطقهم هنقفل الحلقه احنا الاثنين ومش هتطلعي معايا تاني. مش منطق، مش حكايه منطق. انا بقول لهم المعلومه الطبيه كذا. انا مش بقول على فكره للناس دي، انا مش بهاجمها ولا بحكم على حد، انا مراعيه جدا الظروف اللي احنا فيها والناس بتلجأ الحاجات دي ليه. بس انا بقول لهم مم. عشان يخافوا على نفسهم. انا على فكره جاي مم. لي حاله قبل كده بمناسبه الكلام ده. كان شاب صغير شغال في شركه، الدنيا بايظه خالص. والله العظيم ثلاثه، انت لو شفت الاشعه بتاعت الصدر بتاعته هيصعب عليك. كان في اوائل العشرينات. انا بقول له انت في ايه؟ انت بتعمل ايه في حياتك؟
قال لي انا بصراحه كنت بشرب كذا 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 وايه، وعلى الناحيه التانيه شغال كمان في حاجه بلاستيك او حاجه، فطبعا حاجات كتير بيتنفسها سموم. فقلت له بص، واحد اتنين تلاته، انت حرام عليك نفسك، انت صغير على الاشعه اللي انا شايفاها قدامي، بعد اذنك شوف حل للموضوع ده. اقسم بالله قعدنا نتكلم نص ساعه ازاي يبطل السجاير، والولد خاف على نفسه جدا. عنده حق. يعني مثلا لو واحد كبير انت بتقول له عندك التهاب رئوي وشديد وتليف في الرئه مثلا او حاجه زي كده، بيقول لك خلاص يلا حسن الختام. لكن الصغير ده صعبت عليه نفسه بطريقه، والله العظيم كان بيقول لي قولي لي اي حاجه عشان ابطل. ده انا بقول لك من الواقع بقى، ده واحد ايوه. انا قابلته بفعل. يعني شخص زي ده على فكره نسبه الاكسجين بتبقى قليله في جسمه، ممكن تاثر على حياته المنويه، وبرده الحمل ما يحصلش بسبب الراجل. او بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها الاصليه، ان الحمل المنوي لما يكون مش كويس، البويضه وهي مش كويسه بتجيب منتج طفل مش كويس. مم. مم. في حاجات بقى كتير، يا اما الميه تبقى قليله مش كافيه، جسم الست مثلا مش بتشرب ميه كتير، التغذيه بتاعتها مش كويسه، فاهم؟ مم. وكمان البويضة والثانوي مش كويسين، فبالتالي بيبقى الطفل طالع ناقصه حاجات. ناقصه حاجات دي اللي هي تأخر في النمو، مم. نتيجة برضو خلل في الجهاز العصبي بتاع البيبي الصغير. طب هو جاله خلل منين؟ لأن أنا الانبوت، الجسم اللي شايل البيبي ده مش مم. نظيف. أنا بسميها كده. يعني أنا مم. مثلا جسمي كل يعني ايه اكل صحي وتمارين والحاجات دي كلها، كل ده مش عشان بتاع الناس الاغنياء، لا احنا كلنا لازم نحافظ على اكلنا قريب قوي من الصحي. مش بقول لك احنا كلنا لازم نكون ماشيين روتيني، بس نقرب من والله يا دكتور، الصحة. والله يا دكتور بنت حلال، انا عندي سؤال مم. جميل جدا استكمالا علشان تعرفي بقى تسردي بقية الكلام بتاعك. هي تمام. السمنة والنحافة ليها علاقة أصلا في الحمل ولا لا؟ طبعا لا. بمعنى. بمعنى احنا عندنا برضو عشان نبقى برضو يعني منصفين، يعني في حاجة جيناتيك. يعني ايه جيناتيك؟ يعني هو وراثيا الست دي من عيلة كلهم رفيعين، كلهم طوال، كلهم قصيرين، تمام، وبيتجوزوا وبيخلفوا والدنيا ماشية تمام. لكن واحدة تانية جاية لي بتقول لي العيلة كلها تمام وانا رفيعة جدا وبيحصل لي كذا وكذا وكذا، علامات كتيرة جدا بتديني مؤشر ان هرمونات، هرمون الغدة الدرقية مثلا عندها فيه مشكلة. مم. عايزة ابسط موضوع الهرمونات ده في نقطة معينة، كل حتة في جسمنا فيها هرمونات غير التانية، بس هم الهرمونات دي كلها عاملة شبكة عشان تعمل وظائف معينة في الجسم بمقياس معين. يعني أنا عندي الغدة، في هنا غدة في الدماغ بتفرز عشان الغدة الدرقية تطلع هرمون كذا علشان نسبة كذا عشان الجسم يعمل كذا، فكلهم بيشتغلوا مع بعض. عارف شغل طيب. الحزب بتاعنا كده، حزب اهو ايوه. في ناس مختلفة بس مع بعض بيعملوا الخطة العامة بتاعت الجسم. طيب. ردي الهرمونات على نفس النقطة الاستاذ دي. انا. تمام، رد على الاستاذ. خير. اهي. لاين. اقرا الرساله. طنط، دكتور. ازيك عاملة ايه يا حبيبتي؟ تسلمي لي يا حبيبتي، بنورك كملي. والله. حبيبة كملي يا دكتور. قلبي. نعم. كملي معاكي. تمام. فزي ما قلت لك هم كلهم شبكة كده، شبكة علاقات كده، الهرمونات دي بتقعد تشتغل مع بعض. بتخدم يعني على بعض. اول حاجة انا بقولها واخر حاجة انا بقولها للناس، لو انت حاسة بس، او انت حاسس فيك حاجة غير اللي حواليك، عادة اللي هم اخواتك، ابوك، امك، القريبين دول، اجري دور المشكلة دي حقيقية ولا طبيعية. يعني مم. واحد مثلا طفل مثلا اخواته كلهم رفيعين وهو مم. تخين، لازم نجري نشوف اشمعنى ده اللي تخين، في ايه، مم. ندور. والدكتور طبعا هو المفروض اللي بيدور واحد اتنين تلاتة، بس احنا نلاحظ ايه عشان نروح للدكتور؟ نلاحظ ان في اختلاف. دي خليها كده قاعدة عندك على طول. طول ما البني ادم حاسس ان هو مش الطبيعي بتاعه او مش الطبيعي بتاع الناس اللي حواليه، يجري يدور في مشكلة ولا لا. لقى مشكلة يحلها بدري، يبقى احنا كده اختصرنا على بعضنا الطريق. ما لقاش مشكلة، خلاص تمام، يا ريت. طيب. نرد على الاستاذه مم. ابتسام العتي، منور الدنيا كلها يا غالي. تسلمي يا رب يا تمام. استاذه ابتسام، ربي يحفظك ويحفظنا جميعا يا رب، ويسعد ايامك كلها يا رب. انا عندي سؤال. مم. مبروك بنتنا حملت.
الف 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 مبروك، احنا كنا في مكان بنتنا حملت. اه تمام. هي لما تحمل ليها ميزان معين ولا على الله حكايتنا؟ انا عايزه بقى اقول حاجه. إيه، هي ازاي اصلا بتعرف ان هي حملت؟ لان دي بتقع عند ناس كتير. عادي جدا، الميعاد اتأخر، صبرت عليه اسبوع زيادة، 15 يوم زيادة، رحت الصيدلية جبت عينة، يا اما انا بنت ناس قوي رحت رايحة عاملة طب اقول تحليل لك. تمام. ادم، ايه طب المشكلة؟ افاجئك. هنعقدوها عليك على الناس لا يا لا مش دكتور. تعقيد، افاجئك. اقسم بالله، اقسم بالله حالتين او اكتر قابلتهم في وحدة محسن وانا شغالة هناك. اقسم بالله عرفت ان هي حامل في الشهر السابع او الخامس. واحدة الخامس واحدة السابع، ودورتها بتيجي كل شهر. ايه؟ لا ثواني، لا ثواني، لا ثواني، انا انا هلم بقول لك، خلاجات انا وامشي. انا بص، انا اللي هلم خلاجات وامشي. اعمل ان هي مفاجآت اهو، حامل. مفاجآت على الهوا. هي حامل بس طبعا في مش الشهر بنت السابع. صغيرة، هي مش بنت صغيرة برضه، هي واحدة كبيرة، بس هي عرفت في الخامس وواحدة عرفت في السابع ان هي الله حامل. يرضى عنك، الله يرضى عنك. والله العظيم. سابع ليه؟ كانت جايباه من كارفور ففكت بيه مثلا. لا لا، هي دي بيبقى في سبع ساعات شهور، 7 شهور افهمك بس. هي مش حاسه بنفسها. لا 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 لا، افهمك. ساعات المشيمة تمام بتبقى اه، متحركة بطريقة طب حاولي معينة بيبقى فيها. تفهميني بسرعه علشان استاذه ليلى عندها سؤال. حاضر. ال- المشيمة بقول لك بتكون ساعات يعني في مكان مثلا معين، او في ورم ليفي لا او كده. المهم دكتور، في مشكله، حاجة في بتنزل دم. مشكله. ويت نعم. ويت نعم. ويت 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 في مشكله عندنا في النت، الصوت جرى بسرعه والشبكه مش مظبوطه، يا ريت نعيد تاني بايجاز، نعيد تاني بايجاز. تمام، هي تمام. عرفت منين ان هي حامل بعد 7 شهور؟ وعندنا سؤال من الاستاذه ليلى، طب هات السؤال. طب بعد ما ماشي. تخلصي اجابتك طب نبتدي نجاوب تعالى، عليه. لا تعالى مم. نقول السؤال. طيب تعالى نقول السؤال. طيب، شرب السجاير ليه علاقه بارتفاع ضغط زوجي؟ ضغطه عالي جدا وبيشرب سجاير بكميه كبيره، واعمل ايه؟ ومش ثواني عشان انا الاضاءه مش عارفه معايا، او ومش مش عارفه عارف اعمل ايه عشان يبطل. يبطل. خايف اه، يبطل. اعمل ايه وخايف يحصل له حاجه قبل كده كانت هتجيب له جلطه. يعني نسال الله العفو والعافيه. يضم جنب اخواته. اتفضل يا دكتور. طب بص، يعني يعني مثلا هو سجاير برضو وقهوه برضو اديري. برضو السؤال ده يعني ان شاء الله باذن الله لما نيجي نوصل للحاجات بتاعت الضغط وشرح الضغط بالظبط وكده. بس مؤقتا يعني هي السجاير زي ما قلت لك سببها او مشكلتها الاساسيه ان هي سموم جوه الجسم. فالسموم جوه الجسم دي بتأثر لك في مم. وظائف الجسم، فبتخلي حتى نسبة الكوليسترول بتعلى بدري. يعني واحد مثلا عنده 20 سنة بيبقى نسبة الكوليسترول عنده ممكن تعلى زي واحد عنده 40 ما بيشربش سجاير مثلا يعني. فهي دي خطورة الجلطة. ولو هو مم. كمان جسمه الدم بتاعه، ما هي برضو السجاير بتأثر على سيولة الدم نتيجة وجود زي ما قلت لك الهيموجلوبين كتير في الدم، فده بتبقى اللزوجة بتاعته بتبقى معرض للجلطات أكتر. فهي كذا حاجة. والسن كمان، أنا طنط ليلى طبعا عارفة زوجها كبير وكده في السن شوية، فكده كده عنده كوليسترول عالي، فكل ده طبعا يرفع له الضغط. بص، طب احنا ايه علبه السجاير انا اللي معانا عايزه دي هنرجعها حلقه. ولا نعمل ايه؟ بالظبط، انا عايزه حلقه للسجاير بجد عشان تفهموني ان هي انا مش بدين اللي لا بيشرب. مش انا، ده انا انا بس بجد ما بقول له. ينفعكيش لا انا. انا بقول له خلي بالك بس انا ما انت بتضر ينفعكيش واحد في اتنين الحلقه دي. تلاته. لا انا بس عشان اقول لك بتضرك مثلا في ايه وخلاص، وانت يعني مع نفسك كده قلل وكده. فكره بقى ان هو يبطلها ازاي دي في كذا طريقه بقى. هو بيشوف هو بيشربها ليه. يعني دايما يقول لك اذا عرف السبب بطل ولا عجب. لو انت عرفت السبب، كل بني ادم بيشرب حاجه عارف هو بيشربها ليه بتعمل فيه ايه، فيحاول على قد ما يقدر يغير من تفكيره وحياته وكده لبديل يبقى يعني يخليه يقلل منها بالتدريج، ومع الوقت هيلاقي النسبة تبقى كويسة إن شاء الله ويبطلها خالص. السؤال دوت، نعم. ممكن تساليني السؤال دوت؟ انت أسألك بتشربها سؤال بقى، ليه؟ بتشربها ليه؟ زهق.
زهق تعود. ومش عارف اودي فلوسي فين. ما هي طيب تعود احنا من عندي صغره سؤال تاني. دي يعني. لا هي نكمل بس، هي علقت عليها على الرد يعني. امم امم بيشربها تعود من صغره، طبيعي جدا، هو جسمه كده ما بقاش فيه نسبة النيكوتين الكافية. فهو برضو من الناس اللي هي ما ينفعش يبطل فجأة، هو لازم يعمل كده تدرج لتبطيلها. وزي ما يعني مثلا يأخر حتى ميعاد السيجارة، يعني هو نفسه في سيجارة دلوقتي يقول لا هاخدها بعد نص ساعة. بعد أسبوع أسبوعين مثلا يأخر برضو سيجارة كل ساعة، يقعد كده يضحك على نفسه يعني. لا حاضر، 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 انا ما اشوف لا نفسي أنا هقول لها. بقول لها على زوجها ماليش دعوة. أنا بقوله وخلاص. انا عندي سؤال. احنا لما خلاص بنتنا الحمد لله ربنا وفقها، ما جاوبناش بس على حته الميزان. المفروض الميزان بتاعها يبقى قد ايه؟ عشان عندي سؤال ورا منه مهم قوي، والوقت بتاعنا معانا اقل من ربع ساعه. طيب ممكن ثانية واحدة بس أكمل موضوع المشيمة ده عشان ده مهم جدا. امم المشيمة بقولك ساعات بتكون متحركة، ساعات بيكون في ورم ليفي، ساعات بيبقى في حاجة جوه الرحم أو بره، أو فاهم يعني في مكان ما يعني بتنزل دم. فالدم ده بيبقى طبعا من الأماكن دي بينزل بالهرمونات برضه. فتلاقي في ميعاد الدورة الدم نزل، في ميعاد الدورة الدم نزل وهي حامل. فاهمني؟ امم طب هنرجع تاني، تعرف منين إن هي حامل؟ بالأعراض، دكتور هدى، ببساطة، أعراض الحمل. دكتور هدى، مم. دكتور هدى، الصوره راحت خالص. لا لا لا، الصوره راحت خالص. كملي من عند المشيمه. كانت بتجيب دم وهي مش عارفه، كانت فاكره ان هي الدوره بتاعتها. ما أنا بقول لك أي سورس اوف بليدنج، يعني أي حتة بتنزل دم في ميعاد امم الدورة عندها جوه في الرحم مع البيبي. فاهمني؟ فهي بتحسب ان دي دورة وهي اصلا لا، في جوه بيبي. تمام. معلش، فهي تعرف بالاعراض. معلش، انا خديني على قد عقلي. معلش انا اسف بجد والله العظيم، خديني على قد لا عقلي. لا ولا يهمك. علميا اللي انت بتحكيه انا هكلمك. انا يعني مش انا كأنا، يعني انا هي كست. مم. تمام. من بعد الشهر الثالث على الاقل بيحصل تغير هرموني للجسم، لطبيعة الجنين اللي بدأ يتكون. ازاي ده كمان ما والله حسيتش العظيم. بيه؟ ايوه في ستات تخينة قوي اصلا، عادي تخنت زيادة. كمان بتكلمي حد انت بتقولي لي كبير في السن مش بنت. ايوه تخنت، تخنت والله، كانت بتقول لي كده. انا بحسب ان انا تخنت، انا بقول لك على حقائق على فكرة. انا وعلى فكرة بقى مصدقك، انا لا، مصدقك انا والله. عايزه اقول لك الحالات دي اصلا قالوا لي ان مش هم بس حصل لهم كده اصلا، يعني في ناس تانية انا ما شفتهمش حصل لهم نفس الحاجه. فانا بقول بس المعلومه دي يعني دي انا بقولها ليه. لو الست برضو هنرجع تاني حست باعراض الحمل اللي هي دوخه، احساس بالاعياء، وهي يعني ما فيهاش حاجه يعني لو مثلا برد او مغص وكده، الناس تبقى عارفه، انت بتبقى عارف نفسك انت بردان، لا انت بطنك اللي وجعك، لا ده انت عندك مش عارفه ايه. لو هي حست باعراض كتيره قوي هي مش فاهمه ايه سببها، روحي يا حبيبتي اعملي سونار بس. مثلا. اه بس تعمل اللي هو طيب انا التحليل عندي الرقمي. هنا برضك لسه عايز اعرف الميزان الوزن، ايوه ايوه. الطبيعي ليها كام. ما انا بقول لك هي المفروض بيبقى فيه اللي هي البادي ماس اندكس، اللي هو كتلة الجسم. كتلة الجسم دي امم بتتحدد عن طريق الطول والوزن، بتتحسب وليها رينج كده. كل ما هي بتكون اقرب للطبيعي الدنيا بتبقى حلوة معانا. اول 3 شهور من الحمل معروفة ان هي عادة الطبيعي ان هي المفروض بتقل في الوزن، نتيجة ان امم هي مش بتاكل كويس، بترجع، بيبقى عندها غثيان، مش بتاكل كويس. الحاجات دي كلها بتخلي ان الوزن بيقل. يعني انا مثلا واحدة كنت 75 وانا حامل، رحت للدكتورة في امم الزيارة بتاعتي بعد 3 شهور، بتقول لي انت وزنك 70. ده مش معناه ان الجنين فيه مشكلة، لا خالص. ده مش معناه ان انت عامله دايت يعني. لا لا، ده هو امم ده الطبيعي بتاعنا. فاهمني؟ يبقى الجنين بتاعنا اصلا كمان في اول 3 شهور هو يا دوب بيتكون الجثمان بتاعه كده، وحته بيبقى صغير يعني، فمش بيعمل وزن اصلا. فاهمني؟ انا اقصد اقول عشان بس الناس ما تخافش، ده مش مؤشر ان في حاجه في الجنين خالص.
ده هو ده الطبيعي ان هي تخس مع اول 3 شهور في الحمل. دي النقطة دي اساسية عندنا. مم. طيب انا ايه، عندي لسه فاضل لي زي 3 اسئله. تمام. تمام. والوقت بتاعنا بيضيق. هل نكمل الكلام ده الميعاد اللي هنرتبوه وننوهوا بيه للناس، لان انا الخميس الجاي بريك. تمام. ان شاء الله. آه آه في ميعاد، ولا نعمل ايه اللي انت شايفاه حضرتك؟ انا انا معاكي برضو. انا رايي، انا نفسي الناس، يعني انا اولا بشكرهم جدا 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 ان تفاعلوا معانا، والناس اللي مم. هيشوفوا الفيديو بعد كده انا بشكرهم برضو. انا ليا طلب من الناس ان هي تتفاعل معانا، بس تقول لنا افكارهم ايه، تمام. ايه اللي عاجبهم، ايه اللي مش عاجبهم، مستنيين يعرفوا ايه. إيه انا قلت ايه زياده هم مش بيقدروا يفهموه كويس فابطل اتكلم فيه كده، يعني ايه الحاجه اللي هم عايزينها، وعلى اساسها انا مستعده بجد اعمل لهم اي حاجه ان شاء الله يعني. طيب احنا نملك ان نرتب مع بعض، علشان انا لسه عندي 3 4 اسئله مهمين عايز اكملهم، والوقت معايا خلاص روح. تمام. تمام. هنرتبه مع بعض ونبلغهم، عشان ما نقفش عند ال3 شهور بس. احنا عايزين نكمل ما بعد تمام. ال3 شهور. عندنا الشهور الوسطى والشهور الاخرانيه ديت، وبعد كده مبروك جالنا بيبي ولد او بنت، وازاي نتعامل معاه والكلام ده كله. ان شاء الله. نكتبه مع بعض وهنبلغ الناس. عشان احنا الاثنين هنقفلوا الحلقه مع بعض باذن الله دلوقتي. انا ليا بس طلب ورجاء عند كل المستمعين اللي بيشاهدونا ويكونوا معانا على اللايف. لو سمحت، اللايك بتاعك او الكومنت او الشير ده بيعلي نسبه الريتش في المتابعه، فبيخلي غيرك يستفيد. اداره الفيس بتبتدي تخطر الناس ان هنا في مجموعه بتشاهد. لو حضرتك مشترك في مجموعه جروبات، لما بتخش على اللايف وبتشارك على الجروبات ديت، مش انت بس اللي بتستفيد، انت بتخلي الجروب ده مثلا لو في 1000 10 حتى على الاقل فاتحين، هم دخلوا معانا واستفادوا زي ما حضرتك استفدت. احنا بنحاول بنغير واقع، بنغير فكرة تفكير، طريقة التفكير، بنغير حياة ومعايشة بنعيشها. اكتشفنا مع الوقت ان هي غلط، غلط في حاجات كتيرة خالص. دكتورة انا هدى، هنرتبه مع أنا بعض بإذن الله. عندي، طب ممكن بس اخر حاجه؟ اه، وكنت لسه هقول لك كلمة أخيرة. آه كلامي مش مثاليه. احنا كلامنا، يعني مثلا انا لما عندي امتحان، مم. انا بمتحن باخد كام من 100 عشان ابقى فول مارك اللي هي المثاليه 100%، صح؟ حد بيقول لك وانت داخل الامتحان لازم تجيب ال 100% دي؟ في لا طبعا. الدنيا، في الدنيا بنقول لازم عشان تبقى متفوق وشاطر وعارف وكل حاجه. لكن في العلم، احنا يعني او في الطب تحديدا احنا عارفين ان ال 100% دي مستحيله. فاهم اقصد ايه؟ فاحنا بنقيم نفسنا، بنقيم بالمثاليه بتاعت الطب اللي هي 100%، بس احنا كلنا مدركين كدكاتره وكشعب ان احنا مش هنوصل لل 100%. بس احنا بنقول الاصل ايه عشان على الاقل نبقى يعني 99، نبقى 95، نبقى 90، نبقى فوق شويه، ما نبقاش على طول تحت ال 50. ما هو تحت ال 50 دي بتضر الشعب كله، بتضر مع الوقت الدوله كلها اصلا، بتضر صحتنا، بتضر كواليتي اوف لايف بقى، يعني طبيعة الحياة. الطب والوقاية والحاجات دي كلها دي بتحسن لك طبيعة الحياة نفسها. فاهمني؟ مش حكاية العمر بتدي لك عمر او لا، هي بتخليك مستمتع بحياتك، اقرب حاجة للصحة الحلوة. فاهم؟ طيب، بس استاذه هي هبه هي المصري دي. بتقول منوره الدنيا، منورين الدنيا. ان شاء الله يا رب يبارك في منورين بيكوا حضرتك. والله العظيم، منورين بيكوا استاذه كلكم يا ليلى رب. بتقول بنحبكم بجد، ربنا يخليكي، حبيبتي، وميرسي لحضرتك جدا. حبيبتي. حاجه عايزه تمام. تقولي حاجه ثانيه؟ انا انا بس متشكره جدا للناس بجد، وارجو بجد تتفاعلوا معانا حقيقي بالاسئله. اهم حاجه الاسئله والتعليقات والنقد البناء وكده، عشان يعني نوصل لحاجه فايده اكتر. يعني احنا عارفين ان وقتكم غالي جدا جدا، ونفسي انا ما كنتش بتكلم في حاجه او بطريقه معينه انتوا مش مدركينها، فانا مش عايز اضيع لكم وقتكم. انا اهم حاجه عندي ان الوقت بتاعكم ده غالي جدا بالنسبه لي، ان انا اقدر اوصل لكم فيه
حاجة تغير فعلا في حياتكم ولو 1%، مش هقول لك 100%، ولو 1%، عشانكم انتوا. يعني انا عاملة كل ده عشان الناس. انا عارفاه خلاص، انا عارفاه وبطبقه في حياتي. يعني انا نفسي الناس بجد تستفيد. بس التوعية هنا. طيب احنا باذن الله انا الخميس الجاي اوت بريك، ان شاء الخميس الله. اللي بعد منه هيبقى معانا باذن الله المستشار وليد العتي في الاستشارات القانونيه اعرف حقك. ان شاء تمام. الله. نسرق كده الدكتوره هدى ان قبل ما يجي ميعاد حلقتها الرسمي ان احنا نكمل بقيه الاستفسارات والاسئله ديت قبل ما يجي، او لو الظروف كانت معانا صعبه او سيئه ان احنا نكمل بعد حلقه المستشار وليد العتي في اعرف حقك. وان شاء الله ان شاء الله بنجهز كادر سياسي يطلع معايا ان شاء الله، ان وهيكون شاء معانا الله. برضك في اقرب وقت دكتور صحه نفسيه، علشان احنا عندنا اضطرابات نفسيه كتيره 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 عايزين نخلص منها كمان، علشان نحاول نوصل مش للمثاليه الكامله بس على الاقل بكون على الطريق بتاعها. اشوفكم على خير، ونورتم مع حفني. كل اللي دخل معانا على اللايف منورنا جدا جدا جدا. اشكركم اشكركم بجد. في رعاية الله وامنه، حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الله وبركاته.